السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم محمد أمين للوصفات. نتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يلقاكم أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا. اليوم إن شاء الله غادي نتقاسم معكم بيتزا، ميني بيتزا عفوا، أولا فطائر العش اللي كتجي مهوية وكتجي كذلك رائعة في المذاق، والمقادير بسيطة موجودة في كل بيت بدون تكلفة. وقبل ما ندوزو المقادير والطريقة ديال التحضير، لأول مرة كيشاهدني أو كيزور القناة ما تنسوش تدعموني بالضغط على زر الاشتراك الأحمر ولايك للفيديو إلى عجبكم المحتوى اللي كنقدم. وندوزو المقادير والطريقة ديال التحضير بلا ما نطول عليكم الفيديو. بسم الله على بركة الله. عندي ملعقة كبيرة من السكر سنيدة أو السكر حبيبات، وكذلك ملعقة كبيرة مملوءة من الخميرة الفورية، وعندي كذلك نصف كأس من الماء الدافئ. غادي ناخدو واحد الإناء أو لابول وغنوضعو فيه هاد المكونات وغادي نخلطوهم مزيان، وغادي نغطيو عليهم ونخليهم حتى كيتفاعلوا ليا الخميرة والسكر. هنا بعد ما تفاعلوا ليا كيف ما كتشاهدوا معايا، غادي نضيف عليهم ملعقة صغيرة من الزعتر على حسب الرغبة. الا بغيتو تضيفوه ضيفوه، ما بغيتوش تضيفوه ما تضيفوش، غير هو راه كيعطي واحد النكهة رائعة للعجينة ديال البيتزا ديالنا. وكنضيف كذلك ساشي من فئة 7 غرام من خميرة ديال الحلويات، وغادي نضيف 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتية، ولا عندكم الزيت البلدية زيت الزيتون يمكن لكم تضيفوها. وغادي نخلط المكونات ديالي وغادي نبدا نضيف الدقيق. هنا دائما الدقيق كنخلوه عادة كنضيفوه. غادي نخلط هنا باليد ديالي العجينة مزيان بالاستعانة بالماء الدافئ. هنا غنقول لكم شحال دخلت ديال الماء، شحال ديال المجموع ديال الماء اللي دخلت في هذا العجين. هنا الدقيق راني ضفت 3 ديال الكؤوس ديال بالعبار بكاس العنبة ديال الدقيق، وغادي نضيف هنايا الماء بالتدريج. وانايا كنجمع العجين، ما تضيفوش الماء دفعة واحدة. غادي نبقى نجمع العجين ديالي وكنضيف الماء بالتدريج. هنايا راني ضفت الملح نصف ملعقة صغيرة. غادي نجمع العجينة ديالي تكون ما قاصحاش وما جارياش في نفس الوقت كيف ما كتشاهدوا معايا في الصورة. هنايا كأس قل ربع، هنا شاط ليا من الكأس ديال الماء ديال العنبة، الماء دافي شاط ليا منه ربع ديال الكأس كيف ما شاهدتوا معايا في الصورة. والنصف ديال الماء الكأس ديال الماء اللي ضفنا في الاول، يعني كاس ونص قل ربع، يعني كاس وربع. غادي ندهن العجين ديالي بالزيت ونخليها حتى كتختمر. هنايا بعد ما اختمرت لي العجينه غادي نديكازيها ونخرج من هذاك الهواء، وغادي ندهن اليدين ديالي دائما بالزيت، غير القليل من الزيت، وغادي نبدا كنشكل كويرات صغار. انا هنايا راني شكلت 11 الكويره، يعني 11 ميني بيتزا. غادي نستمر على هاد الطريقه هذه. وهنايا راني عندي انايا لاطه اللي غندخلها للفرن دهنها بالزيت ورشه عليها الدقيق، اولا يمكن لكم تفرشوا فيها ورق الطهي. صافي غنستمر انايا بهاد الطريقه هذه حتى كنكمل العجينه اللي عندي كامله. هانتوما هنايا خديت القليل من الدقيق، وخديت هنايا هاد الكأس اللي غادي نبدا كنشكل به هذاك العش اولا هذاك الثقوب في الوسط. غادي كنستعمل على هذا الشكل هذا، كنستعن بالدقيق. طريقه راها سهله ومبسطه، نتمنى تكون واضحه لكم. غنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل التشكيل ديال الكويرات ديالي.
وكنبقى مستمرة. صافي هنايا بعد ما كملتهم كيف ما كتشاهدوا معايا بهذا الكأس هذا، غادي ناخذ الصلصه ديال البيتزا اللي ديجا راني شاركتها معكم. غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. غادي نوضع القليل ديالها في الوسط، القليل ديال الصلصه كتجي رائعه. كتقادوها في البيت احسن ملي كتاخذوا من المحلات. غادي نوزع هذيك الصلصه على هذوك البيتزا ديالي كاملين. صافي هنايا بعد ما كنوزع هذيك الصلصه كيف ما شاهدتوا معايا، هنا عندي الفلفل الاخضر وعندي البصل وعندي الطونه، علبه من التونه. غادي ناخذ هنايا نبدا كنوزع شريحه اولا قطعه من الفلفل، كنضيف القليل من البصل وكنضيف كذلك القليل من الثوم. يمكن لكم ديروا الحشوه كيف ما بغيتوا نتوما، يمكن لكم ديروا قطع من صدر الدجاج اولا ديروا الكفته اولا يعني اللحم مفروم. الحشوه كتبقى لكم نتوما اللي تختاروا اشنو غادي، نتوما اللي كتختاروا اشنو غادي ديروا في الحشوه. هنا بعد ما كملتهم غادي ندخلهم الفرن يطيبوا. ها نتوما شاهدوا معايا بعد ما طابوا غادي نوزع عليهم الجبن الموتزاريلا. هنا ما كنضيفوش الجبن في الاول حتى كيطيبوا، كنبغيو نهبطوهم انهم يتحمروا لينا من الوجه ديالهم، وكنضيفوا الجبن لان الجبن سريع الذوبان، ما كنضيفوهش حتى الاخر. غندخلوهم يتحمروا لينا ونرجع معكم ان شاء الله. هانتوما شاهدوا معايا بعد ما تحمروا كيف كتجي اللون ذهبي وكيجي كذلك رائع كيف ما كتشاهدوا معايا. هانتوما شاهدوا معايا التحميره كيفاش دايره ديال البيتزا، كيجيوش محروقين وكيجيو كذلك مفشفشين مهوين كيف ما تشوفوا، كيجيو رائعين. نتمنى فعلا تجربوهم. وغادي نقطع معكم وحده كيف ما عودتكم دائما. ونتمنى الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تدعموني بالضغط على زر الاشتراك بالنسبه اللي مازال ما شاركش، و لايك للفيديو اللي عجبكم المحتوى اللي تنقدم. ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله وفرجه ممتعه. خليتكم على خير.